ان درجة الحرارة بكرة هتكون 30، وده معناه ان الجو مشمس، او ممكن يكون فيه امطار، بس هم قايلين ان الجو هيبقى مشمس خالص، وعاملين علامة الشمس صن فاير على الاخر. فاحنا قررنا ان احنا النهاردة هنعمل ايه؟ هنروح نشتري فراخ واحتمال لحمة على حسب الميزانية، لحمة مفرومة، علشان ممكن نعمل، مش هنعمل او مش ممكن، عشان احنا اكيد رايحين على البحر بكرة، هنعمل فراخ مشوية، وهنعمل احتمال برضو كفتة. هو كله احتمالات، وده وفقا يعني وفقا للميزانية بصراحة، على حسب هنعمل ايه. فالاكيد طبعا فراخ، لان عندنا حد كده اسمه سمون بيحب الفراخ خالص، معشوقة الفراخ بيحب اي حاجة معمولة مكونة من الفراخ. احنا قررنا نعمل فراخ، هنشتريها النهارده تكون فريش ونعمل لها تتبيله. طبعا احنا عارفين الصيف بدأ من بدري في الدول العربية، يعني على سبيل المثال في مصر تقريبا الصيف بدأ من نص شهر 3 او من بداية شهر 3، ولكن هنا الصيف يعني بيجي يوم كده ولا يومين في الاسبوع وخلاص، يعني ده لما بيجي اصلا. يعني احنا الصيف هنا بيبدأ عندنا مثلا تقدر تقول في نهاية شهر 5، ممكن في نص شهر 5 لو انت محظوظ كده تلبس تيشيرت وتلبس كده فوقيه ايه حتة جاكيت كده عشان خاطر شوية الهواء اللي بيكونوا. ولكن يعني الحمد لله النهارده الشمس طالعة، وبيقولوا في الطقس ان بكرة الشمس برضو طالعة، فعشان كده احنا قررنا ان احنا نروح على البحر وناخدكم معانا على البحر. وطبعا ما ينفعش ان احنا نروح البحر كده وخلاص، لازم نبعزق شوية فلوس. فعشان نبعزق فلوس هناخدكم معانا، هنروح مع بعض نشتري كده يعني كام دبوس فراخ كده، يعني دبوس، عارفين الدبوس اللي هو دبوس يعني، تمام. ويعني ممكن يعني لو الموضوع ظبط شويه وفي فلوس زادت يعني نشتري كده ايه نص كيلو لحمه مفرومه عشان خاطر نعمل 70 كفته كده على البحر، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي على البحر، ونشوي كده نعمل باربيكيو على البحر. تابعوا معانا اليوم بتاعنا هيكون ماشي ازاي. احنا بنصور الفيديو النهارده، ننزل نشتري الفراخ عشان خاطر نعمل لها تتبيله ومش عارف الكلام ده كله يعني، وبكره هنروح على البحر. فعايزك تتابع معانا، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ويلا بينا. طبعا بما ان الجو بقى حر، وبقى عندنا لو انتوا شايفين دلوقتي درجة الحرارة 24 ماكسيمم 30 يعني، واللي احنا بنعمله في اليومين اللي بيجوا صيف دول بنروح الشط عندنا بسكوي موري، بحيرة يعني او ترعة، بس يعني بالنسبة لنا دي بحر. فان شاء الله بكرة هنروح ابسكوي موري البحر اللي عندنا، هنشوي فراخ وناخدكم معانا وناكل فراخ، عشان انا زي ما مريان قالت كده انا واحده عاشقه الفراخ. هنا المول، هنا بيسترن، هو مول يعتبر كبير الى حد ما. فاحنا دلوقتي هنروح على بيسترن ونبدا نشتري المتطلبات، واتمنى ان ماريو ما يزيدش حاجه تاني هو الفراخ واللحمه، لان كل ما بيروح بيعلى بالستاندرد بتاعته. فيلا بينا نوريكم المول من جوه وهنشتري كده يا جماعه. احنا في بدايه المول، تمام. هناخد عربيه ايه للمول جوه عشان نشوف هو فيه ايه. المول هنا يعتبر الى حد ما كبير، فيلا تابعوا معانا ايه اللي موجود جوه علشان تشوفوا يعني الحياه هنا عامله ازاي. فيلا بينا هنبدا دلوقتي بقسم الفواكه والخضروات، وده اول قسم هيقابلنا هنا. دي مانجا ملهاش طعم، حطها مكانها. دي حقيقه. هنا طبعا اول حاجه هنا دراجون فروت هنا بالنسبه لسعرها كفروسيا مقبول، 300 روبل للواحده، واحيانا بيكون 150 للواحده، يعني يمكن دلوقتي غاليه، لكن هي حاليا، لكن بعد كده بيكون سعرها مناسب، تمام. بصراحه يعني طعمها بالنسبه لي انا ما حبيتهوش قبل كده، نجربها معاكم تاني بعدين، بس انا بالنسبه لي ما حبيتهاش، تمام. باقي الفواكه يعني ممكن اوريكم ايه الدنيا فيها، ولو انتوا حابين تشوفوا الاسعار برضو. فبالنسبه لي هوريكم اكتر حاجه مشهوره عندنا احنا طبعا في مصر، المانجا. هنا المانجا سعر الكيلو 600، لا نقول 550، يعني تقريبا عامل حدود 250 جنيه مصري، تمام. المانجا هنا لا ليها ريحه ولا طعم ولا اي حاجه، حرفيا قاسيه بطريقه فظيعه، يعني ممكن تضربها في الحيطه ترجع لك، فاهمين؟ فهي كجوده او كطعم لا، دي مش مانجا مصريه، تمام. طبعا ده قسم الخضروات. هنا الخضروات يعني ايه تبقى غاليه شويتين، ولكن احنا يعني بنحاول نلاقي الارخص. يعني مثلا بتلاقي البتنجان ب 199 روبل، يعني مثلا اللي هو 100 جنيه مصري مثلا او اكتر كمان. ومش حاجه كويسه، ولكن يعني
مش هنقول ان هو دايما مش بيكون كويس، لان هو في بعض الاوقات بيكون كويس بس بيكون اغلى. لكن الصيف جاي يعني البتنجان سعره هينزل على 199، هيوصل 150 مثلا او 100 روبل، فدي حاجه كويسه. هنا الطماطم بيكون فيها نوع مختلف منها، يعني مثلا الطماطم دي هنا 119، هنا بتلاقي في نوع تاني ب 99، فطبعا احنا هنجيب النوع ب 99 لان هو ده المتناسب معانا. والطماطم يعني كويسه يعني. الطماطم دي كويسه، وان هي تكون ب 99 دي معجزه. هي في الشتاء بتوصل ل 400 و500 ساعه اكتر، 550 روبل. تمام، يعني بالمصري الكيلو بيكون عامل مثلا 300 جنيه مصري، لان هي بنلاقيها دلوقتي ب 50 مصري، دي معجزه. وهنا ده الفلفل يعني اللي احنا بنلاقيه في مصر مثلا كده اخضر وحلو، هنا ب 239 روبل، ليه مش عارف يعني. وعلى فكره هو كده رخيص. هو كده رخيص بقى. تمام، هو كده رخيص. احنا بنجيبه بيكون احيانا ب 400. المفروض ان احنا طبعا اخدنا الطماطم والحاجات بتاعتنا هنا، حاجات مش كتير يعني بس لسه هنملى العربيه. المفروض ان احنا نروح على الشاشه اللي فيها الرقم الخاص بالطماطم دي، الرقم بتاعها 197، ونوزنها ونحط عليها الستيكرز. ادي الطماطم مثلا، ادي كده بنروح على الشاشه. هنا بتوزن الطماطم ونختار رقم. هو كان كام الرقم؟ حاجه 197 تقريبا يعني 197. تقريبا هنا ادي بان الطماطم هي بندوري، ونختار 197 عشان ده رقمها، وبيطلع لك كده يعني تكنولوجيا يعني ملاش اي 30 لازمه، بس احسن ما تاخد للراجل يوزن لك يعني. هو وزن وعمل كل حاجه والميزان حلال وكله تمام. هو هنا الكيلو ب 117، بس ده طبعا قبل الخصم. بعد الخصم هيكون 113. هنا ده قسم الفاكهه، البنت قعدت تزن على تفاح فاحنا هنجيب لها برتقال. نجيب لها برضه تفاح يعني دي الاسعار برضو على حسب النوع بتاع التفاح، برضو اسعار غاليه، بس انا كده بقارن بدولنا العربيه يعني، او بقارن بمصر. لا يعني معلش، الاسعار دي هنا مش غاليه حاليا في الصيف. يعني دي مش غاليه في الصيف بس هي غاليه. تفاح تاني، تفاح تالت، تفاح رابع. دي المعلبات موجوده هنا. يعني هي الاسعار هنا لو هتقارنها بالبلد عندك، قارن الاسعار بالبلد عندك، فانت بتحس ان الاسعار هنا غاليه والمنتج طعمه مش اللي هو يعني. ولكن لو انت بتقارن بالاسعار هنا والمرتبات هنا والكلام ده كله، ف يعني هتلاقيها متناسبه، بس ستيل برضو الطعم مش اللي هو يعني. انا بالنسبه لي بحب الفاكهه في مصر، بالنسبه لي هنا المانجا، بس انا لما الاقي مانجا تصدير جايه من مصر عشان خاطر اقدر ان انا اشتريها، ويا ريتها بتطلع بطعم المانجا اللي احنا كنا بناكلها في البيت، يا ريت. لا المانجا يعني هنا في حته تاني خالص في الطعم، مش حته تاني اللي هي حلوه، لا يعني سامحني يا رب، حته يعني طعمها مش جامد. البطيخ هنا يعني للاسف يعني رحت اشتري بطيخه كده من يومين بالظبط، البطيخه يعني كانت ابيض خالص، يعني 89 للكيلو الواحد، وبطيخه يعني شكلها مش حلو. فالحياه يعني مش وحشه حلوه، ولكن لازم تتعود عليها. هم الناس هنا متعودين على الحاجه طبعا بتاعتهم، ولكن لما بيدوق حاجه مثلا اكل بنعمله مصري، او مثلا تكون والدتي جايبه معاها حاجات مصري وبيدوقوها بيستغربوا يعني من الطعم، وبيكون يعني طعمه جميل بالنسبه اللي هم بيدوقوه، ولكن هم اعتادوا واحنا بنحاول نعتاد. طبعا الحياه عايزه كده، احنا اللي عايشين هنا، فالمفروض ان احنا يعني نتاقلم مع الموضوع. وبالنسبه للبطاطس دي مصيبه من المصايب اللي هنا، يعني مش دايما على حسب يعني. دي تقدر تقول شويه حلو حاليا يعني تعتبر بالمصري ب 50 ب 60 الكيلو، بس يعني هي مش دايما حلوه، احيانا بتبقى مليانه ميه يعني بايظه من جوه بمعنى اصح. ودي مثلا النوع النظيف شويه. ممكن نوريكم النوع الثاني. لو قارنا النوع الثاني هنقول ان هو عامل 30 روبل. 30 روبل يعني مثلا 15 جنيه مصري. دي بقى بتكون كلها سوس زي ما انتم شايفين، على الله حكايتها يعني. الله حكايتها. فاحنا بنحاول قدر الامكان ساعه نجيب النوع النظيف. وبرضه مش هنقول ان دايما بتكون وحشه يعني، عشان خاطر الناس ما يعني تفتكرش ان احنا بنسوق في المنتج. يعني يعني واحيانا لا يعني على حسب يعني، على حسب انت وحظك، وبما ان حظنا وحش فاحنا بنلاقيها دايما وحشه يعني. الجزر مؤخرا خالص مش عارف ليه الجزر ب 30 جنيه مصري، مش عارف مثلا. هنا يعني زي الحجم عائلي خالص، وحاليا عامل 64 يعني تقريبا عامل 33 جنيه مصري كيلو الجزر. ده قسم الفراخ واللحوم، فاحنا رايحين للكاشير هنجيب الفراخ، ولو لقينا لحوم فيا رب نلاقي. دعواتكم بقى، شوف هل موجود ولا مش موجود. تمام. هنا فراخ كاملة نضيف ليه
هو احنا لقينا الفراخ الحمد لله موجودة. البيس بتاعت الفراخ 330 329 بعد الخصم، 388 329 بعد الخصم، يعني لما نحط لهم الكود بتاعنا، يعني مش الكود بتاعنا، الكود واخدينه من المحل يعني بتاعنا. نظام المحلات بيبقى في عندهم ابلكيشن او كود بتاخد عليه خصم، يعني تعمل له سكان فبيديك خصم، فده الحال يعني هنا. اخيرا جبنا الفراخ، بصراحه لقينا اللحمه غاليه خالص فما جبناش لحمه. ده هنا محل فيه اقسام كتير طبعا، فيلا تابعوا معانا. المفروض ان دلوقتي الساعة 9:30 بالليل يعني، والشمس لسه زي ما انتوا شايفين موجودة، واحنا لسه اللي هنبدأ نجهز نفسينا علشان خاطر نروح على البحر. ف هنشوف دلوقتي مع بعض الدنيا هتمشي ازاي، فخليكم متابعين معانا. دلوقتي احنا هنجهز الحاجات اللي احنا هناخدها معانا. طبعا دي فراخ دبابيس زي ما قلت لكم، ودي لحمة مفرومة ولكن فراخ رومي. بصراحة لقيت اللحمة البقري غالية، فقلت اجيب ايه يعني فراخ رومي، يعني ايه فراخ رومي دي، لحمة من اللي هو الرومي يعني التركي الرومي. وانا معانا الشيف مريانا بتجهز لنا خلطة. ف ورقة وقلم يا ست الكل اكتبي معانا. بحاول اتعلم زي يعني. تمام، فانا هعملها ببصل. لا لو بتحاولي تتعلم خليني اعملها. عملتها قبل كده وانت عارف. والخطوة اللي جاية بعد البصل يا ست الكل؟ ناخد الثوم بقى، فصين او 3 ثوم. اه تمام. بيقول لي بتقطع الثوم ليه؟ ما ممكن يفرمهم الخلاط، الله اعلم على قدرته. بنساعد الخلاط عشان ما فيش وقت يعني خلاص. وطماطم. تمام. الطماطم دي اللي احنا في بداية الفيديو حد متابع يعني قلنا بكام، لو فاكر اكتب لنا في الكومنتات. قلنا الطماطم المفروض كام عندك؟ والطماطم في بلدك بكام؟ تمام. طماطم ثانية كتير والله. يلا اي خدمة. بس كده الصوص بتاعها، الطماطم هنا مش مستحملة، دي حلوة فعلا للطبيخ. حتى يلا. تمام. بعد كده البهارات، اول حاجة انا عايزة الملح. تمام. وهنا عشان ننجز في الوقت هكب من العلبة نفسها. يا ساتر يا رب. انا طبعا الملح مش بيملح يا جدعان. الملح هنا ورا السكر بيعملوا اي تأثير، لازم تتقل ايدك عشان شوية. هم مش متعودين عليه. وهنا خلطة ماجي بالفراخ، انا هحط منها حاجة بسيطة. عايزة اقول لكم ان هنا ده احنا ايه؟ لا ده كف ده ايه ده؟ مش هنستخدمه. مش هنستخدمه؟ ما علينا خلاص. ماشي. هنا الاول هنحط بابريكا. تمام. دي يا جدعان البابريكا غالبا مدخنة، من اللي انا بحبها. اللي انا مش بحبها انا. تمام. وهنحط دي بقى من البابريكا، ده فلفل. تمام. شطة يعني. هنا بيقولوا عليه فلفل احمر مش شطه يعني. حط شويه لانه مش حراق قوي. انت ممكن تاكله كده يعني، هم بيقولوا مش حراق بس هو مش حراق يعني. مش حراق. احنا هنركن دي شويه، كنا فاكرين ان احنا هنجيب لحمه. هنا هحط حاجه بسيطه من القرفه، وده طبعا عشان زورت الفراخ. عشان يا عيني. أحط الفراخ تروح يا عيني حرفياً. يا عيني. وهنا تتبيله فراخ جاهزه، ممكن تستخدم ده بس بنسبه كبيره، بس انا بحب اضيف حاجات تانية. تتبيله الفراخ. هنا الفلفل الاسود يعني. تمام. وهنا الزيت. كنت عايزه زيت، معلقتين زيت او حاجه بس. وهنقفل على الخلاط وننطلق واوريكم بعد ما تجهز. ودي الفراخ، لو بتستخدموا فراخ كبيره ممكن تعملوا فيها يعني تقطيع او تنغزوها زي ما بيقولوا، وبعد كده تحطوا على الصلصه. بس هنا الحجم صغير عشان احنا عايزينها تتشوي بسرعه، فمش هنغزها ولا حاجه، وممكن تنغزوها برضه. هنفرم كل ده في الخلاط ونرجع لكم تاني. هنا هبدأ ده الصوص. تمام. وكمان لو حد عنده زبادي ممكن يحط شويه بيدي طراوه. تمام. بس ما عنديش او ناسيه كان عندي. احط شويه هنا، وبعدين عشان عايزه حاجه غويطه عشان احنا هناخدها البحر هبدأ احط الفراخ. تمام. عاملين شويه فراخ حلوين يعني. اختار شويه، احط شويه تاني. كل ده هيتخلط، نلبس شوينتي كده ونخلط. احنا 3 افراد يعني وعيالنا الاثنين، عشان عيالنا الاثنين يعني. اكيد مش بياكلوا كل ده، بس عشان يعني احنا نقعد شويه كتير يعني. بس
واحنا بقى هنسيبها شويه عشان انا هبدا بقى ايه في خلطه الفراخ. ده كله هنعمل كده وهنغطيه. طبعا لو انت تقدر تعمل، اي حد يقدر يعملها من يوم قبلها بليله كده يحطها في التلاجة هتبقى افضل طبعا. انا طبعا عشان اصلا يعني الفراخ صغيره، فيعني منه ما نروح هناك هتلاقيها هتكون شربت التتبيله يعني. وهتلاقيها زي الفل. هنبدا بقى ايه في الرومي. عايزين نعمله كفته يعني. كفته الرومي. بصوا هنا لحمه الرومي هنا لما بتكون مفرومه بتكون طريه خالص، يعني فيها نسبه ميه كتير عموما، فهي مش بتنفع قوي في الكفته، فعشان كده لازم تحط لها حاجه تمسك قوي، فلا اما الدقيق لا اما ايه النشا. فانا هحط كميه كبيره من ايه من الدقيق. احط في حدود 4 أو 5 معالق عشان تبقى تمسك معايا تمام. وهحط برضو شكل الدقيق رخيص هنا صراحه. ايوه معرفش هو رخيص بس يعني ما جربتش اقارنه ببلاد تانية يعني تمام. طبعا فلفل اسود نكتر منه. فلفل اللي ده نفس التوابل بتاع المره اللي فاتت تمام. الفلفل والبابريكا كده والسيري جبتها طبعا عشان الزفارة. هحط روزانا. لا 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 هيدي طعم؟ هيدي طعم حلو مع الفراخ والحاجات دي. هو والزعتر على فكرة تمام، حاجة بسيطة يعني. وانت يا قدر؟ ومع المكرونة بيبقى حلو. ونص كيلو ملح. نص كيلو عشان هو مش بيملح متقلقوش. بس كده وهبدأ اخلطها. نسيت اجيب البارتي. من رأيي تنزلي بإيدك أحسن يعني. We trust you. ايدي مغسولة ونضيفة والله. خلاص انزلي بإيدك عشان خاطر الوقت والخلطة تمسك أكتر يعني. طب احنا نسينا حاجة مهمة. نسينا البصل وهحط لها توم عشان يدي طعم، والبصل يكون المية بتاعته مبشورة، يعني مبشور والمية نازلة. ده الشكل النهائي للعدة قبل ما نروح بقى على البحر، وهنشوف الدنيا هناك مع بعضينا. وبكده نقدر نقول الحمد لله على السلامة، واخيرا وصلنا البحر. بس وصلنا بالليل الدنيا عتمة خالص طبعا، لان الشمس خلاص راحت، لان الشمس كانت نار حرفيا، فاحنا ما قدرناش نجيب الشمس دي. ده ينجح. هنا المحاولات لإشعال الفحم، وهو الموضوع يعني بدأ ينجح، يعني في شوية فحم بدأوا يظهروا اهم، فالحمد لله. وهنا معظم الناس بصراحة قاعدين على البحر النهاردة، يعني غالبا الدنيا كلها على البحر تمام. وغالبا كده كل الناس تستنى لشروق الشمس. حاليا الساعة 12 بالليل. انها محاولات لإشعال الفحم يا سادة. محاولات فظيعة، يعني بنحاول واحدة واحدة بس اهو. ماريو اللي بيحاول، احنا قاعدين بناكل شيبسي حرفيا. بنشجع ماريو. احنا بنشجع، احنا مع الروح الحلوة. احنا الروح الحلوة اهم حاجة التشجيع. سمون بتشجع وانا بشجع، واحنا قاعدين ناكل ايه شيبسي. مش عارفة شايفين الشيبسي؟ شايفين الشيبسي.
بنحاول يعني. يلا ربنا معاك يا مريم. وده المنتج النهائي اللي طلعنا بيه. يعني ايه هي ايه تحسها محروقه بس هي مش محروقه يعني، ولكن من جوه كله تمام وزي الفل، والرز ظابط الدنيا هنا. فيعني حابين نشارك معاكم البحر عامل ازاي والدنيا عامله ازاي. في ناس لسه برضو قاعده هنا يعني معانا. فدي كانت يعني يومنا النهارده على البحر. لو جبت الكاميرا على وشي مش هيبان خالص عشان خاطر الدنيا ضلمه زي ما انتم شايفين. وهنا يعني الوركين 3 اللي قاعدين يعني اللي هنكملهم. ونشوفكم فيديو جديد. سلام.